السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد الحنجور وهنتكلم في حلقة جديدة على قناة عظماء بلا مدارس. حي المنيل أو منيل الروضة من أهم المناطق الحيوية في مصر القديمة، جزيرة بتربط بين محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، ده غير قربها من منطقة وسط البلد. تعالوا نعرف إيه قصتها. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في البداية لازم نعرف إن جزيرة الروضة متقسمة لجزء شمالي وهو المنيل، وجزء جنوبي وهو المماليك، وبيتقال عليهم كلهم حي المنيل. بدأت أهمية المنيل في الفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص والزبير بن العوام بعد فترة احتلال الرومان لمدة حوالي 670 سنة. بس الفتح ما كانش سهل، والروم كانوا قاعدين في حصن بابليون، وأقرب جزيرة للحصن ده هي جزيرة الروضة. فجيش المسلمين قعد فيها، وكان وقتها لسه ما اتسمتش جزيرة الروضة، كان اسمها جزيرة مصر. والجزيرة دي حصل فيها مفاوضات بين عمرو بن العاص والمقوقس، ده كان الحاكم الروماني لمصر وقتها. ظهرت بقى كلمة الروضة للجزيرة في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، لأنه كان بيحب يروح المكان ده لأنه كان هادي ومليان مية وأشجار، فاتسمت باسم جزيرة الروضة. والروضة هنا معناها في اللغة العربية بستان أو حديقة. وفي عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب عمل قلعة كبيرة واتسمت باسم قلعة الروضة أو القلعة الصالحية، وتم تزويدها بالأسلحة. وعشان كده طوران شاه ابن نجم الدين أيوب نقل مقر الحكم من قلعة صلاح الدين إلى قلعة الروضة، ولكن ده ما استمرش كتير، ورجع الحكم تاني لقلعة صلاح الدين بعدها على طول في عهد شجر الدر وعز الدين أيبك. إنما قصة كلمة المنيل بقى إن كان في قرية صغيرة في شمال الجزيرة اسمها المنيل، وده لأن محمد علي باشا كان عامل مصنع في المكان ده بيتصنع فيه صبغة القماش، وكان أكتر لون بيستخدموه في الصبغة هو اللون الأزرق، وكان بيجي من نبات النيلة، ومن هنا جه اسم المنيل. من أهم المعالم الموجودة في المنيل واحد من أقدم الآثار الإسلامية في مصر، وهو مقياس النيل، وده كانوا بيقدروا يقيسوا بيه منسوب النيل عشان يحددوا هيكون في مية كتير ولا قليلة. فتبدأ الناس تدبر نفسها وتزرع حسب كمية المية، واللي بناء عليها بيتحدد الضرايب. موجود قدام المقياس تمثال للمهندس والعالم اللي بناه، وهو أحمد الفرغاني، واتسمى فرغاني لأنه اتولد في مدينة فرغانة في أوزبكستان. وموجود جنب المقياس قصر المنسترلي، وده يبقى قصر حسن فؤاد المنسترلي باشا، وده كان بيتولى منصب كاتخدة، وده منصب زي محافظ القاهرة في عهد سعيد باشا، وكان برضو ناظر الداخلية. واتسمى المنستيرلي نسبة لموطنه في مدينة منستر في مقدونيا. وقدام القصر في كوبري خشبي رائع وهو كوبري المنستيرلي. القصر على مساحة 1000 متر، في منهم 250 متر اتعملوا متحف لأم كلثوم. وعلى الرغم ان ام كلثوم كانت عايشه في شارع ابو الفدا في الزمالك، ولكن متحفها اتعمل في المنيل، ده لان فيلتها في الزمالك الورثه باعوها واتهدت في الثمانينات، واتعمل مكانها برج سكن. واتعمل المتحف ده في المانيال سنة 2001. وانت في المتحف هتلاقي الأوسمة والنياشين اللي خدتها أم كلثوم، وأغاني مكتوبة بخط الإيد من الشعراء زي إبراهيم ناجي وأحمد رامي. وفي قاعة سينما وقاعة بانوراما، وفيلم تسجيلي مدته 15 دقيقة بيعرض حفلات أم كلثوم في مصر والوطن العربي. وبرضه موجود في المانيال واحد من أجمل القصور في مصر، وهو قصر الأمير محمد علي. وده مش محمد علي باشا في الحقيقة، يبقى الأمير محمد علي حفيد محمد علي باشا، وابن الخديوي توفيق وأخو الخديوي عباس حلمي الثاني. وكان الأمير محمد علي بيتقال عليه الأمير سيء الحظ لأنه كان ولي العهد 3 مرات، ومفيش ولا مرة فيهم حكم مصر. بس هو كان رايق أوي وكان مهتم إن هو يجمع التحف والآثار، وبنى القصر ده سنة 1907، وكان موصي إن هو يتحول لمتحف بعد وفاته. القصر أو المتحف ده مميز جدا عن باقي القصور لأنه فيه أكتر من طراز معماري، يعني مثلا مقتبس من المدارس الفاطمية والمملوكية وعلى الزخارف السورية والمغربية، وكمان فيه تراث فارسي وعثماني. بعد ما تدخل من بوابة القصر وعلى إيدك اليمين هتلاقي موجود متحف الصيد، وده مليان حيوانات محنطة، واللي ساهم في ده إن الملك فاروق والأمير يوسف كمال كانوا مشهورين بحب الصيد، وكانت قصورهم مليانه بالتحف دي، فخدوا جزء كبير منها وحطوها في المتحف ده. ولما تخرج من قصر محمد علي وتمشي قدام شويه هتلاقي مستشفى القصر العيني، او بمعنى ادق قصر العيني باشا، ده لان اللي بناه واحد اسمه شهاب الدين العيني باشا بعد ما خد الارض هديه من امير مملوكي. وفي عهد الحمله الفرنسيه تحول القصر العيني باشا الى مستشفى عسكري، لأن نابليون بونابرت طلب تخصيصها لجنود وضباط الحملة الفرنسية. ولما اتقتل كليبر على يد سليمان الحلبي اتنقل جثمانه لحديقة القصر العيني واتدفن فيها،
وبعد كده نقلوا الرفات معاهم عند جلائهم عن مصر سنة 1801. وفي عهد محمد علي باشا تم إنشاء مستشفى عسكري ومدرسة للطب. وفي سنة 1925 انضمت مدرسة الطب للجامعة المصرية اللي هي جامعة القاهرة دلوقتي. ودايما الطلاب بيفتخروا إنهم اتعلموا في طب القصر العيني لأنها من أفضل أماكن تدريس الطب في الوطن العربي. من أهم الكباري اللي بتعدي على المنيل كوبري عباس وكوبري الجامعة، ودول بيربطوا المنيل بمحافظة الجيزة. كوبري عباس ده تم إنشاؤه سنة 1908 واتسمى كده نسبة للخديوي عباس حلمي الثاني، وحصل له ترميم أكتر من مرة لحد ما اتعمل كوبري تاني في نفس المكان وبنفس الاسم سنة 1971. والكوبري ده حصل عليه مظاهرة كوبري عباس الأولى في 13 نوفمبر سنة 1935 لما وزير خارجية بريطانيا صامويل هور قال إن دستور 1923 غير صالح للعمل به في مصر. وكمان مظاهرة كوبري عباس الثانية، ودي بعد الحرب العالمية الثانية، لأن بريطانيا كانت وعدت مصر إنها تديها استقلالها لما تفوز في الحرب. فخرجت مظاهرة يوم 9 فبراير سنة 1946 من طلبة الكليات في جامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة، وتصدى لهم البوليس وكان بيفتح عليهم الكوبري. طلبة كتير منهم وقعت في النيل وغرقت، واللي كان بيحاول يمسك في حديد الكوبري كان البوليس بيروح يضربه على صوابعه عشان يجبره ان هو يقع في النيل. ومات واتجرح في المظاهرة دي أكتر من 200 واحد. وبعدها ب 12 يوم لما الخبر اتنشر تم إعلان يوم 21 فبراير إن طلاب الجامعات في العالم كله تخرج وتعمل احتجاج في دولها تضامنا مع اللي حصل في مصر. وعشان كده بيحتفل المجلس القومي للشباب بيوم الشباب المصري في 9 فبراير من كل سنة تزامنا مع أحداث كوبري عباس. إنما بقى كوبري الجامعة اتبنى سنة 1958 وده يبقى أول كوبري خرساني في مصر، وكان حصل هبوط للكوبري واتهد واتعمل واحد تاني مكانه سنة 1970. ومن المشاهير اللي سكنوا في المنيل رائد أدب الأطفال عبد التواب يوسف، وأول نقيب محاميين في مصر إبراهيم الهلباوي، ورئيس النادي الأهلي حسن حمدي. وفي المجال الفني بقى عبد الحليم حافظ وكمال الشناوي وسناء جميل ولبنى عبد العزيز ووردة الجزائرية والموسيقار عمار الشريعي وسميرة أحمد وأختها خيرية أحمد والفنان هاني شاكر وسوسن بدر. وكمان عاش في المنيل محمد أنور السادات، وحصل معاه في المنيل حادثة مشهورة لما ليلة ثورة 23 يوليو راح هو وجيهان مراته لسينما الروضة، وده خلى السادات ما يحضرش الشرارة الأولى للثورة مع ضباط الأحرار. واتقال إنه كان قاصد يعمل كده عشان لو الثورة ما نجحتش ما يتمسكش ويثبت إنه كان في السينما وقتها. ودي كانت قصتنا النهاردة. شكرا، ونشوفكم في حلقة جديدة.